بذلنا الحوار والنقاش. فاقترح حسن أن والده متخصص في لغة الإشارة ويمكننا الذهاب إليه لمساعدته. ذهبنا جميعا لوالد حسن الذي شرح لنا أن لغة الإشارة هي طريقة التواصل غير الصوتي، فمن خلال حركات اليدين كالأصابع لتوضيح الأرقام والحروف وتعابير الوجه لنقل المشاعر، وحركة الشفاه لقراءة الكلمات، وحركة الجسم للتعبير عن المعنى. يفهمنا غير القادر على سماعنا، واقترح علينا أن نعطيه النص المسرحي وهو سيعلم كل فرد دوره باستخدامه. كان وقتا ممتعا ومجيدا في نفس الوقت، وتعلم كل منا كيف يؤدي. وجاء يوم العرض وقدمنا المسرحية بنجاح وسعد الأطفال، وتحمست أنا وأصدقائي لتكرار هذه التجربة، فقمنا بالاشتراك في دورة تعليمية في لغة الإشارة حتى نكون ماهرين فيها أكثر، واشتركنا في تمثيل العديد من المسرحيات لأطفال مدرسة الصم، وساعدنا بإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.